ازيكم؟ معكم أدري، وبناء على طلب مهدي صديقنا من المغرب هنقول نو ريسك نو فن، ده شعار الجولة العاشرة. يلا بينا يا صديقي نشوف مباراة الجولة، هنجيب مين، هنسيب مين، هنكابتن مين، هنتخزق من مين. يلا بينا. وزي ما انت شايف يا صديقي الجولة هتبتدي يوم السبت. أول مباراة برايتون قدام ليدز، وايل بيك اوبشن ممتاز على أرضه وراجل شغال وبيعمل حاجة. هيعمل حاجة ولا لأ؟ الله أعلم. مش هيعمل حاجة ولا لأ؟ برضه الله أعلم. نيجي ليدز الناحية التانية اللي على أرضها، روندون عمل شغل، واللي بيسألني روندون اوبشن كويس، هيعمل حاجة، وخصوصا العرضيات مع برايتون بتبقى مؤثرة. ممكن ما يعملش حاجة برضه ممكن. الكلين شيت وارد للماتش ده، أنا عن نفسي شايفه مش وارد، وشايف إن الماتش ده هيطلع على الأقل 1-1. تاني ماتش في الجولة بيرنلي قدام أرسنال، وده شعار مهدي في الجولة دي، كابتن جابرييل. هي كابتن جابرييل مهدي، وهو مش أول واحد يقول لي الكلام دوت، في 3 غيره قالوا لي نفس الكلام. اوبشن ممتاز كابتنة جابرييل قدام بيرنلي مخصوص، ولكن أنا بحذركم عن وجهة نظر شخصية. بيرنلي على أرضها بتبقى رخمة وبتبقى متخصصة إنها تضيع كلين شيت. جابرييل ممكن يجيب اجوان، ممكن يا صديقي يجيب اجوان ويطلع لك بنقط حلوة، لكن حتة إن هو يطلع كلين شيت أنا مقلق منها الصراحة. ولكن روح معاها كابتنة ديفرنشال ما بعد جابرييل. اسمه ايه ده، جيوكيريس لو عندك بيعه، ما تسميش عليه. ساكا اوبشن ممتاز للكابتنة الجوله دي برضو، ان هو ممكن يعمل حاجه. ودانيال رايس اوبشن ممتاز، لو جابرييل هيعمل حاجه يبقى اللي هيعملها له مين؟ دانيال رايس، من العرضيات اللي بيعملها. بالاضافه لمين يا صديقي؟ بالاضافه الى تيمبر الجناح بتاع ارسنال، اللي هو اصلا بيلعب باك رايت، ولكن هو بيزيد زيادات جباره. فعندك 3 اوبشن للكابتنة في الماتش دوت، جابرييل، ساكا، وتيمبر. ملحوظه، انا الفولورز بيقلوا مش بيزيدوا، ودي حاجه غيظاني انا شخصيا. انت بتتفرج وبتضحك وبتعمل انفولو، يعني مش عارف اعملها كده، يعني انا خلاص تعبت. نرجع تاني للقطه ارسنال بيرنلي. لو ما عندكش حد من دفاعات ارسنال لازم يبقى عندك دبل على الاقل. افضل 2 جابرييل وتيمبر، لو معاك فلوس. ما معاكش فلوس يبقى رايا وتيمبر. المباراه اللي بعد كده يا صديقي كريستال بالاس قدام برينتفورد. كريستال بالاس اللي حطت على ليفربول لثالث مره على التوالي، هتلعب على ارضها قدام برينتفورد. افضل اوبشنات مونوز، ماتيتا، افضل 2 اوبشن، وصار. الثلاثه دول لا خلاف عليهم. بعديهم يجي من الدفاع ان هو ممكن يطلع بكلين شيت، ولكن انا بحذرك ان برينتفورد عندها مهاجم دلوقتي اللي بيلعب مكان امبويمو، بيلعب مكان ويسا. كل ماتش دلوقتي ممكن يضيع كلين شيت، فحته ان كلين شيت تضيع من كريستال بالاس ممكنه. لكن انا ما زلت شايف ان هو ان شاء الله كريستال بالاس تطلع بكلين شيت. ولو عندك حد من دفاع كريستال بالاس لازم تلعبه، ولازم تجيب حد من دفاع كريستال بالاس. ولو عرفت تجيب بونوز اللي انا بعته جبت جيه جيبه، ما عرفتش تجيب بونوز عشان سعره هات جيه. الاثنين كويسين. انا بالنسبه لي انا لسه مستمر مع جيه، ولكن ماتيتا بقى اوبشن ممتاز. نيجي للمباراه اللي بعد كده صديقي، فولهام قدام وولفز. مباراه نوعا ما لفولهام مضمون الكلين شيت على ارضه، فرقه رخمه دفاعيا، فعندك اي حد من دفاعها هلعبه، بس ما تروحش تجيب حد مخصوص من دفاع فولهام. دي نقطه. النقطه الثانيه، عايز تجيب حد من هجوم فولهام، ما تجيبش اي حد، لان كل ماتش حد شكل بيجيب اجوان. دي وجهه نظري الشخصيه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى عندك وتلعبها من فولهام هو خط الدفاع. اما عن وولفز على الله حكايته. انا بفكرك تاني يا صديقي، انا ما بحللش، انا بقول لك رؤيتي الشخصيه. لو مشيت وراها ونجحت تمام، ما مشيت وراها وما نجحتش، ما انا بحذرك بس عشان ايه ما ترجعش تزعل مني. الماتش اللي بعد كده صديقي مانشستر يونايتد قدام نوتنغهام فورست على ارضها، اللي بدات وملامح نوعا ما شوندايش مع نوتنغهام فورست تبان، ولكن انا شايف ان كلين شيت هيروح على نوتنغهام فورست. وما زال افضل اوبشن متاح بالنسبه لمانشستر يونايتد من وجهه نظري امبويمو، ثم كونيا، ثم برونو فرنانديز اقلهم. عايز تجيب حد من دفاع مانشستر يونايتد ما رشحش، لان برضه دفاعهم مش افضل حاجه. واللي بدا يظهر على الصوره نوعا ما جرناتشو، فخد بالك منه. ولكن الترتيبه امبويمو، كونيا، برونو، واخيرا جرناتشو. تعديل جرناتشو على الماتش اللي تحتيه، هو بيلعب في تشيلسي دلوقتي. انا دماغي ضربت خلاص، يعني سامحوني. جرناتشو في الماتش اللي بعديه، كمل معايا. اما على الماتش التالي توتنهام قدام تشيلسي، المفروض ماتش مفتوح، ولكن توتنهام بدات تبين اماره. هل تشيلسي هتقدر تفك الدفاعات بتاعه توتنهام؟ مش عارف. عندك حد زي فان دي فين اللي انفجر الجوله اللي فاتت، لاعبه. عندك روميرو لاعبه، عندك حارس المرمى فيكاريو لاعبه. اي حد من الهجوم ما تلعبوش، لانه كلهم ضايعين بصراحه من وجهه نظري. هو قدوس اللي فيهم، وبرده ما بقاش. اما عن تشيلسي، انزو لعبه، كايسيدو لعبه، عندك حد من الدفاع لعبه، واهمهم جيمس رايس. تمام. دول الناس اللي انا شايفهم من تشيلسي. عندك اي حد من دفاعات تشيلسي لعبه لازم. ما عندكش ممكن تجيب حد من دفاعاتهم، وخصوصا جيمس رايس، ولكن احذر اصاباته الكتيره. تانيهم انزو، لان هو معاه ضربات الجزاء في غياب بالمر. تالتهم كايسيدو. اما عن جواو بيدرو طيره،
طيره من الفريق خلاص يا صديقي، الراجل ما بيعملش اي حاجه، ولو عمل ما تزعلش لانه هيعمل الماتش ده مش هيعمل اللي بعديه. اما عن كارثه الجوله ليفربول قدام استون فيلا، اللي اتوقع ان الكلين شيت هيروح من من الاثنين نوعا ما. فريق ليفربول كله كان مريح الاساسي في الماتش بتاع كريستال بالاس، فالفريق كله زي ما قلت لك كله كان قاعد احتياطي. طيب مين اللي عليهم العين؟ جابكوا رقم واحد لو معاك لاعبه، لكن ما تروحش تجيبه. لو معاك محمد صلاح بيعه، لو معاك كتيكي بيعه، لو معاك ايزاك بيعه. ده اخلص من ليفربول. اما عن استون فيلا انا مش مقتنع بيهم، ما فيش غير رينجرز هو اللي عليه العين. استون فيلا عملت مفاجاه الماتش اللي فات، بس انا ما زلت شايف استون فيلا مش من افضل الفرق. انا رجعت احذرك مره ثانيه اهو، رجعت عشان انا ما قلتلكش. المباراه بعد كده ويست هام قدام نيوكاسل، انا مش شايف اي امل من ويست هام. ممكن يجيبوا جون ما عنديش مشكله، ولكني شايف ان كلين شيت اضمن لنيوكاسل. عندك اي حد من دفاعات نيوكاسل لعيبه؟ ما عندكش حد، برضه لازم تدخل حد من دفاعات نيوكاسل في فرقتك، وفولتاميت هو الاوبشن الاساسي اللي تعتمد عليه هجوميا من نيوكاسل. ما دون ذلك فكك من اي حد تاني. المباراه اللي بعد كده سيتي قدام بورموس، اعتقد مباراه فيها اهداف. هالاند اوبشن كابتنه ممتاز، سيمينيو اوبشن كابتنه ممتاز. كلين شيت رايح بنسبه كبيره جدا في المباراه دي، ده توقعي الشخصي. عايز تجيب حد من سيتي هو هالاند وقلنا ودوناروما، دول اللي تعتمد عليهم. غير كده الروتيشن طايل الكل. اما عند بورموس سيمينيو، ولو ايفانيلسون لسه هنعرف في المؤتمرات الصحفيه هو اللي هيكمل المهاجم، ان ايفانيلسون قصدي مكمل اصابته. المهاجم الثاني اللي بقى له جولتين متالق ممكن ندخله كتفكير في الفريق ده. ما دون ذلك فكك من اي حد تاني. واخر مباراه الجوله يا صديقي ساندرلاند قدام ايفرتون. عندك حد من دفاع ساندرلاند لعبه؟ نسبه الكلين شيت في الماتش ده عاليه جدا لساندرلاند من وجهه نظري، وخصوصا مع تردي هجوم ايفرتون. جريليش ممكن يعمل حاجه ممكن، ولكني اشك لان دفاع ساندرلاند على ارضهم هم فرقه رخمه دفاعيا بشكل كبير. عايز تجيب حد ممكن تجيب المهاجم بتاع ساندرلاند اللي اتوقع ان هو هيجيب جون في المباراه دي. وكل مره بنسى اسم المهاجم ده بالذات، ليه ما اعرفش، ما تسالنيش ليه، شكله مش جاي مع سكه. كل مره ايسيدور، شفت افتكرت ايسيدور، كل مره انساه والله العظيم. انا بقول لك انا مش عارف ليه السبب، بس هو اوبشن كويس. ودفاعات ساندرلاند في المباراه دي اوبشن كويس جدا جدا جدا. اديني قلت لك. في النهايه يا صديقي بشكرك ان انت كملت معايا الحلقه لغايه الاخر. اتمنى لو الحلقات عجباك تعمل شير عشان عايز العدد يكبر. انا الفولورز عندي عماله تقل مش عارف ليه، يعني الناس بتتفرج والفولورز تقل، والناس مبسوطه والفولورز تقل. ما مش بقى الكره في ايديكم. بس انا مش هتكلم اكتر من كده، مش هتكلم بس كده. واشوفكم في حلقه تانية قبل برضو الجوله ما تبتدي. يعني هنشوف كده شويه لو في اي اخبار لو بتاعه المؤتمرات الصحفيه نتكلم عليها، واحتمال نعمل لايف النهارده الخميس بالليل او الجمعه بالليل. تمام.